السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليأتيكم كل جديد. تمكن المنتخب المغربي لأقل من 20 عاماً من تحقيق الفوز في ثاني مبارياته في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كان تحت 20 سنة، عقب انتصاره على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب السويس بمصر. وأحرز اللاعب وسيم لنتاكي الهدف الأول من ركلة حرة في الدقيقة 36، قبل أن يضيف زميله عمر صادق ثاني الأهداف في الدقيقة 96. وعلق المحلل الجزائري علي بن شيخ على أداء المنتخب المغربي قائلاً: المنتخب المغربي يستحق الفوز لأنه كان متمركز بشكل جيد في رقعة الميدان، وأتيحت له فرصتين تمكن من استغلالهما بنجاح، عكس المنتخب الجزائري الذي استحوذ على الكرة لكن بدون فعالية. وكان المنتخب المغربي تحت 20 سنة قد تعادل بدون أهداف مع نظيره التونسي في أولى مبارياته خلال بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بمصر، وسيخوض المواجهة الثالثة والأخيرة ضد المنتخب الليبي يوم الاثنين المقبل. هادشي ما كان عندنا في هذا الفيديو هذا، حتى الفيديو الماجي إن شاء الله. كان معكم حكيم من قناة حكيم فلوغ. إلى اللقاء في الفيديو الماجي إن شاء الله.